النهارده هنبتدي حلقات جديدة من علمني وأعلمك، وهي كلام من القلب. النهارده مش هقول لكم تشتروا ايه وما تشتروش ايه. حلقة النهارده احنا هنتكلم فيها اصحاب. زي ما في ناس كتيرة قوي منكم ابتدوا يكلموني ان احنا اصحاب وحكولي عن مشاكلهم وقد ايه في حاجات بتوجع. كل ده النهارده انا لخصته كده في نصايح، بس نصايح نفسية. اول ناس بتبتدي تستعد للجواز هو العريس والعروسة. انتوا ما تستعدوش بلبس وبشقة وبحاجات مطبخ ومش عارفة ايه، في حاجات اهم بكتير قوي، ودي مش كل الناس بتستعد بيها. في بنات كتير دخلت اشتكت ان اهاليها عايزة تجوزها وبس لمجرد انها تتجوز. انا هقول لها انتي صح، ما تتجوزيش لمجرد انك هتتجوزي. في 3 نقط مهمين قوي معانا في الجواز او استعداد العريس للعروسة من اول ما بيتقدم. 3 نصايح حطيهم كده قدام عينك وحطهم قدام عينك. اول حاجه خالتي الله يرحمها حبيبتي قالتها لي: الطبع يطلع بعد الروح، من شاب على شيء او من شاب على شيء شاب عليه. تاني حاجه مش هاخد ورده من وسط شوك، ده لا. تالت حاجه دعني ارى الدين في تصرفاتك او في افعالك مش في كلامك. يبقى 3 حاجات. اول حاجه وهي ما تاخديش حد لا مدمن ولا بخيل ولا سليط اللسان ولا انسان ملوش كبير، ومهم قوي ملوش كبير دي او ما يعرفش ربنا. ال5 دول خدي بالك منهم. بمعنى اصح، عايزه تعرفي بني ادم حطيه في زنقه، في خناق، في موقف او مع اصحاب، هتعرفي الشخص ده كويس قوي. كل واحد فينا كويس لوحده، تمام، انا بكلمك في التليفون انت كويس، انت لطيف، كل حاجة، لكن مهم قوي الانسان يتحط جوه ناس عشان تفهمي. وبرضه نفس الكلام للرجالة. لو لقيتها عنادية، لو لقيتها انانية، لو لقيتها سليطة اللسان، لو لقيتها مش بتسمع الكلام، كل ده حطه في عين الاعتبار. مش هقول نسيب بعض، بس كل واحد فيه ميزة وفيه عيب. شوفي المميزات قصاد العيوب. لو انت قدرتي تتعاملي مع العيوب دي وقبلتيها قبل المميزات، كملي. انت لقيتي ان العيوب كبيرة، انت مش قادرة تتعاملي مع بخيل، مش قادرة تتعاملي مع واحد بتاع بنات، مش قادرة تتعاملي مع حد هيضربك او هيشتمك او هيهزقك، او حد مش بيشتغل، او كل ده ممنوع. ما تتجوزيش، لان انت مش مهم ان انت يعني يطلق عليكي عانس. هيبقى اوحش بكتير قوي 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 انك تبقي مطلقه وفي محكمه الاسره وبعيال. وانت برضو هكذا، لو لقيت البنت وحشه سيبها. تاني حاجه، ما ينفعش ورده من وسط شوك، ما بيحصلش. ما ينفعش اخد بني ادم واهله مش كويسين او اهله مش شبهي، لا، لازم تكون العائلات شبه بعض. مفيش حد بيتغير عن اهله، هتلف اللفه ويبقى اهله. انا كانت في تصرفات لماما انا معترض عليها، دلوقتي بقيت بعملها بالظبط. تمام. تالت حاجه، دعني اشوف دينك في افعالك مش في كلامك. صح، الدين فعل مش كلام. تمام. ايه بقى الحل في ده؟ ان انا لازم كل واحد هياخد اللي شبهه في الاسره، في الفكر، في كل حاجه. دي اول حاجه. تاني حاجه مامة العريس. طبعا بابا العريس مش كل الناس بتتدخل في الموضوع، او لو هي امكانياتها بتدفع فلوس بس، لكن مامة العريس اللي بتطلب طقم الصيني 122 قطعة، اقل حاجة فيه ب10,000 جنيه، وتطلب كذا طقم صيني، كذا طقم حلل، ومش عارفة عايزة ايه، لا ابني يجيله كذا. حبيبتي مش رايحة تتجوز ابو هشيمة ولا عمرو دياب خالص، احنا كلنا ناس عادية، بالراحة شوية على الطلبات. احب اقولك معلومة، ان مصر وسوريا ولبنان، تقريبا لبنان، هم ال3 دول الوحيدين اللي في العرب اللي العريس بتساعده العروسة. بقية الدول العروسة بتروح بشنطة هدومها وبيدفع لها مهر وبيجيب لها الذهب. قصاد كده هي بتروح بامكانياته، يعني لو عنده اوضة فيها حلة وسرير هي راضية، حسب امكانياته بترضى وبتعيش. لكن العروسة بتساعد العريس، وده بنسهل على بعض الحياة، مفيش مشكلة، بس ما تطلبيش حاجات زيادة، بالراحة. يعني ما تروحيش بقى الذل والمعايرة وجبته وما جبتوش، بلاش. ثالث نوع او ثالث شخص هي مامة العروسة او اهل العروسة. عندنا 3 مستويات. طبعا المستوى اللي معاه فلوس ده يجيب اللي هو عاوزه. الاسرة بقى المتوسطة، وهي زيي وزي غيري وزي ناس كتيرة جدا، وهي النيش اللي بيتحط فيه لا يقل عن 30,000 جنيه، ده بالميت، عشان ارضي مامة العريس. لا، ما ترضيهاش.
لان هما بيطلبوا مثلا طقم صيني، ده طقم صيني ب 10000، وعندك 4 أو 3 اطقم كاسات، كل طقم لا يقل عن 600 جنيه، وعندك شنطه المعالق اقل حاجه ب 4000 جنيه كويسه، غير بقى طقم الخشاف، غير طقم القهوه، غير كل ده، تلاقي نفسك حاطه 30000 لمجرد حاجه تابوت محنط في البيت ممنوع الاقتراب منه. انا عملت التابوت المحنط بصراحه، وكنت يعني وقلت الكلام ده قبل كده، كنت قمه الهيافه، وفي الاخر كنت عامله نيش صغير او ضرفتين ازاز في المطبخ. صراحه هو ده كان استعمالي، من كاسات بقى، فناجيل، اي حاجه. بلاش نضغط على نفسنا في الحاجات دي، حاجات ملهاش لازمه. انت بتقدمي جوهره، بتقدمي حته منك، ده مهم قوي نعرف كده. ما تضغطيش على بنتك عشان تتجوز لمجرد انها بتتجوز، وفي الاخر ممكن ترجع لك في محكمه الاسره. لا، هي لما تلاقي الشخص المناسب هتيجي تقولك انا لقيت الشخص المناسب. بعد كده الاسر تحت خط الفقر، ودي المشكله الكبيره جدا اللي في مصر، اللي فيه بقى منهم الغارمات اللي بيغيظوا بعض، اللي بيجيبوا حاجات ملهاش لازمه، اللي بيقعدوا يعني قصاد بعض يتباهوا بالاعداد، وفي الاخر مش بيستعملوا كل ده لمجرد ان احنا عملنا كده. معظمهم بيكون ستات شقيانه، حقيقي شقيانه، بيطلع منهم يا حبايبي ممكن نصهم ناس بتساعدنا في البيوت، ودول على راسي حقيقي. نقول اعظم مهنة موجودة في مصر، لان دي ستات عمرها او صحتها بتكون على ال40 45 مش قادرة تحرك ايد ولا رجل، لانها تعبانة من المية ومن الكلور ومن التعب ومن المصاريف ومن المجهود، من حاجات كتيرة جدا. بتحط بقى عبء على نفسها اكتر كمان في تجهيز بنتها. في واحده صاحبتي حكت لي قصه لطيفه جدا، في واحده فاضله بتروح تساعدها في البيت وتقول لها ابو يعني فلان جاب لبنته كذا وكذا وكذا وانا هعمل زيه. ليه تعملي زيه؟ خليكي في امكانيات، في اللي تقدري عليه. في واحده جايبه 12 بطانيه يا مؤمنين، ده انتوا لو هتفتحوها ملجأ مش هتتكلفوا ال 12 بطانيه، مش هتستعملهم. ليه 35 ملايه؟ معاكي فلوس زياده خديها كده من غير ما حد يحس، روحي حطيها في البوسطه. انت على 45 سنة مش هتقدري تعملي حاجة، معاكي فلوس زيادة شيليها للزمن. بلاش تجيبي دهب، ممكن حد يضغط عليكي وتبيعيه ومش عارفة ايه، وتلاقي جوزك ضغط عليكي. بلاش، افتحي حساب من ورا اهلك، حطي فيه قرش. كان في واحد زمان بيساعدنا في البيت اسمه محمدين، كان كل يوم يجي لماما الظهر يخبط عليها يديها الفلوس من ورا مراته، ويجي مثلا اخر الشهر يا مدام انا عطيتك كذا كذا كذا، ياخدهم ويروح يحطهم في البوسطة. صدقوني ده كان بيعمل كده. خدوا الفكرة دي واعملوها. لو انت بقى ست جميله وبتشتغل في عياده ولا بتشتغل في محل وتعبانه، برضو شيلي قرش. في قصه كده واحده حكتها لي مؤثره شويه، سجنت عشان بنتها، بس بنتها لما هي طلعت من الست عرت منها لانها رد زبون. مفيش حد يستاهل حتى لو من بطنك ان انت تنامي ليله على البرش عشان تلاجة ولا بوتاجاز ولا تجهزي. امكانياتك امشي بيها. واهم حاجه في الجواز حاجتين، ما تخلفيش اول ما تتجوزي، استني سنه، اعرفي اللي قدامك او اعرف اللي قدامك، لان احنا مش ملايكه نعرف هنكمل ولا لا. وتاني حاجه ودي اهم حاجه واول حاجه، ان احنا لما نيجي نتجوز اولا ربنا، ثانيا ربنا، ثالثا ربنا، لغايه عاشرا ربنا. دخل ربنا في الموضوع او دخلي ربنا في الموضوع. ربنا مش هيديكي حاجه وحشه ابدا، هيبينهولك باي طريقه. في قصه افتكرتها، واحده صاحبتي وكان جاي لها عريس، هي ما كانتش مبسوطه او كانت قلقانه، وكان جايب لها شبكه الماس. نامت وقامت من نوم الظهر جالها فكره كده تكشف عن الالماس ده، وراحت فعلا خدت الشبكه ونزلت كشفت عنها، طلع ان هو زيركون مش الماس. ودي اعتبرتها علامه من ربنا ان الموضوع ده لا، هي مش هتبقى سعيده فيه. هو ده بقى اللي تعمله، خلي عقلك الاول وبعدين قلبك. وانت برضو خلي عقلك الاول وبعدين قلبك، وشوف اهلها وشوفي اهله. مفيش حد بيتغير عن اهله، وربنا معانا كلنا. والكلام اللي انا قلته ده صدقوني انا بقوله لولادي، وكلكم زي ولادي وصحابي وحبايبي وكل حاجه حلوه في حياتي. باي باي.